السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى سيدنا رمضان يدخل عليكم بالرزق والخير والتيسير وتحققوا فيه جميع المتمنيات ان شاء الله، ويدخل عليكم وعلى وليداتكم يا ربي بالنجاح ويجعلوا مغفرة الذنوب. اليوم جيت معكم البنات بواحد الشوربه او حساء لذيذه 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 بزاف. راه تبعوا معايا لا فيديو وما تنسونيش من الدعم ديالكم لانني محتاجاه، وملي لايك. وشكرا لكم بزاف وكنحماق عليكم. واحد الشوربه اللي لذيذه، جربوها يا ربي، انا نتمنىكم تجربوها لانها زوينه بزاف وعجباتني وشاركتها معاكم. وما فيهاش شي حاجه البنات، ما فيهاش شي حاجه اللي كثيره، بجوج ديال الجزرات او ثلاثه وشويه ديال الكرافس كنحصلوا على شوربه غزاله. عندي هنا جوج ثلاثه ديال الجزرات اللي مقطعين، شويه ديال الكرافس، بقايا ديال السمك، جوج اوراق الرند او اوراق سيدنا موسى. وعندي هنا واحد البصله مقطعه، بصله خضاريه يعني البصله ديال الموسم. هنا البنات غادي ديروا اي بقايا ديال الحوت عندكم، العظام، القشور ديال الكروفيت، اي حاجه. كناخذوا واحد الكاسرونه كنديروا فيها 2 معالق ديال زيت العود، وكنضيفوا الجزر، وكنضيفوا 4 ديال الفصوص ديال الثوم وشويه ديال الكرافس. ساهله البنات، هانتوما شتيو المقادير، راه ماشي شي حاجه. ولا بحال دابا حيدتي العظام ديال الحوت احتفظي بهم. انا تما كان عندي غير شويه ديال الكلاما، كان عندي غير شويه كنت محتفظه به، راه درتو. ضروري ما ديروا شي حاجه ديال الحوت بحال القشور ديال الكروفيت، راه موجودين. كتبقاو تحركوا حتى الجزر كيتبدل ليه اللون، يولي مارو. وبالنسبه لهذيك البصيله كتعسل لينا بحال جايه لينا اللون ديال الحراق. هنا ملي كيتبدل اللون ديال الجزر وكنحركوهم مزيان، كنزيدوا البقايا ديال الحوت، كنبقاو كنحركوا حتى هذوك السمك كيتبدل كذلك اللون ديالو، بحال كيولي مارو. هانتوما كي كتشاهدوا هو وريقه ديال سيدنا موسى والبصيله والفصوصات ديال الثوم والجزر. هانتوما كي كتشاهدوا يعني كل شيء خصو يتغير ليه اللون. في هذه الاثناء البنات، من بعد ما كيتغير لينا اللون ديال هاد العناصر، كنضيفوا واحد المعلقه ديال الطماطم مركزه، معلقه وحده فقط، باش حتى هي كتعاوننا باش تعطينا واحد اللون اللي زوين ديال يزين لينا الشوربه ديالنا. وكذلك كنبقاو مستمرين في التحراك حتى كتندمج هذيك الطماطم المركزه مع هاد العناصر. في هاد الاثناء البنات غنزيدوا لتر ديال الماء ساخن يكون طايب مزيان، وكنبقاو كنحركوه تقريبا شي 20 دقيقه. كنضيفوا لتر ديال الماء صافي وكنخليوها واحد 20 دقيقه، يعني على ما طاب لينا الجزر وطاب لينا هذوك الطريفه ديال السمك. وكناخذوا الطراب الكهربائي وكنطحنوا هاد العناصر كامله، كنطحنوها وكناخذوا واحد المصفات وكنصفيوها. هانتوما شوفوا اللوين الانيق اللي حصلنا عليه. وما نعاودش ليكم على المذاق البنات، بغيتكم تجربوها، نتمنى تجربوها وتخليوا ليا في التعاليق. هنا البنات غناخذوا واحد الكاسرونه غنضيفوا فيها 2 معالق ديال الزبده كي كتشاهدوا معايا. هاد الزبده لاش؟ لان باش كتعطينا واحد كتعطي واحد الكريم لهاد الشوربه، كتجي شوربه كريميه. وكنضيفوا عليها 2 معالق ديال الدقيق باش كيتقل لينا هذاك الشوربه ديالنا. كنحركوهم مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم، وكنضيفوا عليهم هذاك الحساء، هذيك الشوربه كنضيفوها عليهم، وكنبقاو كنحركوا حتى كيطيب لينا هذاك الدقيق، حتى كنحسوا به طاب واندمج مع هذيك الشوربه
وتقالت لينا غير 2 معالق فقط ديال الدقيق راه كافيين البنات. ومع هذيك الزبيده كتجي لذيذه، كتنسمها وكتجي زوينه البنات. هنا ملي يطيب لينا الدقيق كنزيدو شويه ديال الكروفيت وشويه ديال الكالامار، يعني غير 10 دراهم 10 دراهم راه كافياكم البنات. ولا اي حاجه كانت عندكم، لا كان عندكم غير الكروفيت الله يجعل البركه، كتجي منسمه ولذيذه وفنه. يعني هاد القياس راه كيعطينا المقدار ديال 6 ديال الاشخاص. صافي البنات، ملي كنضيفوا السمك ديالنا راه ما كنخليوهاش تفوت 7 دقائق 5 دقائق. ها هي موجوده عندنا البنات ولذيذه بزاف. هذا هو المهم في الامر. ها نتوما بالصحه والراحه، نتمنىكم تجربوها وتجاوبوني في لي كومونتير، وما تبخلوش على اختكم بالتعاليق وبلي لايك والاشتراك في القناه، ودخلوا ضربوا واحد الدويره في القناه، راه تلقاو فيها بزاف ما يتشاف وبصحتكم وراحتكم. وها هي موجوده شوربه ديال تحميره الوجه البنات، غزاله 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 بزاف. انا الصراحه كتحمقني وما بغيتش نبخل على خواتاتي نشاركها معاكم، لانها مفيده في الصراحه، احسن من الحريره، لان الحريره ثقيله بزاف. كنعرفوا بان المائده الرمضانيه كتكون غنيه بزاف. شكرا على المتابعه والى فيديو قادم.